جو، نعم. بداية لماذا اتجهت إلى الغناء؟ الغناء هذا العالم الكبير جدا، هذا العالم الطربي وهذا العالم الممتع حقا. نعم. وأيضا الجميل والشائك بنفس الوقت. نعم. ممكن أن تحدثنا عن هذا العالم؟ أول شيء بدي أقول الحلم والطموح ما لازم يوقف. كل إنسان بيحلم، وأنا هيدي بعطي رسالة صغيرة لكل شاب ولكل صبية. أي حدا عنده شيء بداخله بحس لازم يقدمه، ما في شيء لازم يوقفه. أنا اليوم لما قدمت على الغناء آمن فيي أمير الأغنية العربية البرنس ماجد المهندس. تحية. لو ما عندي طبعا تحية له، هيدا الإنسان يلي غمرني، ماجد المهندس غمرني مش بس بأخلاقه بصوته بكرمه، لا بإنسانيته. قد ايه هالقد يعني أنا كثير عن جد بدي هنيكم على شخصين، على الفنان كاظم الساهر يلي تربطني كمان مع الصداقة، الفنان العظيم يلي بتصور مش فات هو بالتاريخ، حيكون بالتاريخ. وكمان ماجد المهندس يعني هو فنان عالمي. وأيضا عالمي. برافو. نعم. هو فنان وهو أيضا هو كشاب ولا أروع وسيم جدا. شفتي ما شاء الله عليه. مجدد بضل مجدد حياته. غير الجمال. بعزف بيانو، بعزف عود. هذا عمل طبعا عمل فوكاليز، يعني اشتغلت على صوتي، برقص كل يوم ساعتين. نعم. وبعدين انا اليوم لما قدمت حالي للساحه الفنيه ما قدمت حالي فوتوكوبي عن اكس او عن حدا. صح. قدمت حالي مثل ما انا بعمل شو كتير كبير، غنيت باهم مهرجانات بلبنان وبالعالم، وما صار لي 4 ايام كنت انا والفنانه انغام. انا والفنانه انغام ورامي عياش كنت بمصر بعيد الحب. وبوعدكم بحفل ان شاء الله قريبا بالعراق. بالعراق ان شاء الله. طبعا هذا حصري لبرنامج صباح غير. طبعا وجاي كمان يعني بهيدا الوقت عم بسمع اغاني، بسمع الحان. عندي اغنيه عمل لي اياها الملحن صديق وحبيب قلبي بسام، عمل لي اغنيه اسمها جراح جراح. فان شاء الله كمان هلا حنوزع مع الموزع حسام بدبي. حسام كامل. نعم. طبعا صديق كثير بحبه. تحياتنا له بالتاكيد. اكيد. وعم نحضر لاغاني اكثر عراقيه، وقريبا حينزل ان شاء الله. بسام هو احد الزملاء لنا، كان في احد المسرحيات العراقيه، وايضا هو صديق عزيز، هو فنان ايضا. طبعا. نزل اغنيه صوته جديده. جميل صوته جميل واخلاقه وتهذيبه. لكن ان شاء الله هذا التعاون يكون بشيء جميل. انت ايضا احنا مقبلين على اعياد نوروز. نعم. انت موجود ببغداد، وان شاء الله سيكون جو رعد موجود ايضا وحاضرا بالحفلات العراقيه، وهو اقرب الى الشعر العراقي والمستمع الذواق جدا بالشعر والغناء والطرب المجتمع العراقي. خلينا نسمع وبعدها راجعين نكمل. بسرعه راجعين. رعد اكيد كان متالقا وواضح جدا من استقبال وايضا قبول العالم، وهذا نعم. الجمهور الكبير جدا الموجود بالحفلات. كانت لقطات الحفلات الواقعيه بالضبط. نحن تقصدنا مثل ما حضرتك قلتي انه نفرجي الناس قد ايه التفاعل مع الجورات، قد ايه بيرقصوا معي، قد ايه بنغني، قد ايه بنرقص. انا حالة فرح. الدماء جديدة. ماذا قصدت بالدماء جديدة؟ بدأ الساحة الفنية دماء جديدة. حبيت هذه الكلمة بصراحة وهذه الجملة. لا اقول لك ليه، لانه الساحة كلها نجوم ونجوم كبار والناس بتحبهم، لكن كمان بنفس الوقت الساحة بحاجة لدم جديد، بحاجة لروح جديدة. يعني انا لما غنيت بعرس بنت أصالة شام، نعم، كان في انستغرام بتابعك اول باول. ما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا جورات لحتى تعرفوا كل اخبار جديده. فكانت في احلام وانغام وسميرة السعيد ورامي عياش واصاله كثير ونجوم كلهم كبار، كلهم غنوا. انا غنيت. فيك تحطي جورات بعرس شام وشوفي قد ايه الناس تفاعلت معي، قد ايه الناس رقصت معي. كانت الوصله مالتك من بعد ايضا كان احلام قبلك غنت صح؟ احلام ومن بعدها جو رعد، وكان التفاعل ايضا حتى من احلام. انت طبعا. تعرف الفنانه الكبيره احلام طبعا انه لها جمهور كبير جدا وواسع، وايضا هي مدرسه وتحكم طبعا. على انه هذا الفنان هو صح بالمكان صح او لا. مزبوط. ماذا قالت لك احلام في وقتها؟ احلام صراحه هي انصدمت، حتى اصاله انصدموا انه هالقد بغني حلو، قد ايه بغني لايف. ما هو دائما لما تسمعي حدا على السي دي غير لما تسمعوا لايف هو بيعطيكي يعني مثل الامتحان. فحتى صرحت ثاني يوم أصالة لمجلة نادين وقالت انه جو رعد بيغني احسن من كثير نجوم موجودين على الساحة. هو حالة فرح
وفعلا صح. هيدا انا لما اروح على فكره بكره حاعزمكم، نعم. لما اروح بدك ترقصوا، ما في اللي بده يجي يحضر الجرعد لازم يرقص. هناك طاقة إيجابية، هناك إيه. إيجابية، هناك بوش، هناك طاقة. بحب الحياه، إيه. بحب انه من وين تجي هذه جو؟ من اجتي؟ رح أقول لأنه لك أنت الله شغلة. خلقك هيك ولا إنه أنت تريد؟ لا 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 إنك انا تكون؟ هيك، انا طبيعتي هيك. نعم. بحب الضحك، بحب الابتسامه، بنسى كل شيء. اليوم فيكي بكيكي باي لحظه، يعني الحياه كلها حياه ممكن والوضع تكون العالم. ممثل أنا؟ يوم من الأيام؟ جو كل شيء يطلع على منه. فكره اخذت طيب، الاسلوب بدون ما تحسي. جو عندي ويا تيم. كل والله. ما إيه، تكلمت تيم عنه ممثل. جو ويا كل ما تكلمت عنه واراء الفنانتين الكبيرتين احلام نعم. واصاله نصر. طيب هول اصدقائي، هول احبابي. شنو مساله ميادة الحناوي؟ ميادة الحناوي طبعا فنانة كتير كبيرة. بالتأكيد. من تحياتنا. الزمن طبعا الست ميادة هي من الزمن الفن الجميل. الله. طبعا لما نقول ميادة بنقول ام كلثوم، بليغ حمدي، عبد الحليم. يعني لا تكرر السيدة ميادة. نعم. صراحة غمرتني وتعاملت معي وكأني ابنة وخية، وعملتني كأني ما بعرف كيف عملتني، تعاملت معي بطريقة غريبة، وهي من أول الناس اللي شجعني. طبعا أول حدا سمعني بالحياة، حتى ما أنسى، بحب التاريخ يكون صادق، أول حدا سمعني سميرة السعيد. نعم. طبعا. ومن بعد ماجد المهندس اللي قلت لك بالكليب تاعه له كنت عم دندن وقال لي لازم تغني، وهيك صارت القصه وغنيت. وموضوع الست ميادة كنت عندها ببيتها بالشام، طلعت زرتها وكنا عم نحكي، عم بعطيها فكره انه بدي استاذنها لو بغني شوي من اغانيها وبعمل لهم توزيع جديد. فما قالت لي لا، ما بتغني اغاني، بدك تغني معي انا وياك نغني. واو. جو. وعلى المسرح؟ على المسرح. وبحفل اي الحفلات غنيتوا سوا؟ لا نحن عم نحضر. نعم. بس انت يومتها مثل ما قلتي قبل شوي انه كيف قامت الصحافه وصار والسوشيال هجوم. ميديا صاروا اشتغل يحكون. كتير. طيب يعني انت قبل اللغة قليل العربية اعطيتنا كلها. حصري لصباح الغير، آه، الان أكيد. ايضا اعطينا حصري وقول لنا يا اغاني تدربت على غنائها ديو مع الست ميادة حناوي. رح اقول لك شغله. الست ميادة انا اغانيها ما في داعي اتدرب عليها، لانه انا عاشقهم وحافظهم. كان يا مكان الله. وحبينا وتحبينا، خلينا نسمع جو. وانا جو بعشقها. خلينا نسمع. بركي زعلت خلينا ميادة. نسمع. اوكي. فحخبركم القصه هيك باختصار. الكنترول عملنا عم صار كنترول. له ساعة بصراحة، مم. انه خلي جو يغني، خلي جو ان يغني. شاء الله وكل اكيد. المتابعين بعدها باول يغنوا. حلقه. شو خلصت الحلقه؟ لا لا بعد بعد. لسه. هلا بنغني. فمن هيك اتفقنا انه يكون في حفل للسيده ميادة، هو الحفل الكبير لها، وانا حاطلع تقريبا بنص الحفل من بعد ما تكون هي غنت اغانيها، اطلع بنص الحفل وغني اغانيها معها، لكن بروح جديده. حيكون في شو، حيكون في توزيع جديد، وهيدا كان المشروع. طبعا صار حمله شرسه صراحه ماذا ضدي تسمي هذه وضدها. الحملة الشرسة؟ والله ما ضدكم؟ بعرف ليه. غيرة؟ نجاح؟ منافسة؟ انا ما بدي اقول، تغير؟ انا حقول لك ما حقول غيره ولا شيء، بس يعني اصلا انا بالتلفزيون، يعني بعالم التلفزيون، انا بلبنان كل اسبوع لازم اكون على شاشه من الشاشات. احنا متابعيك عن طريق الفيسبوك والانستغرام. انت نشط جدا على الانستغرام الحمد لله. وايضا على السناب شات. نعم. ودائما كل المتابعين يتابعوك من خلال هذا. عندك حلقات كثيره مع الاعلاميين المعروفين جدا في يعني لا في لبنان طبعا الشقيقه ايضا، وكل القنوات اللي موجوده هناك. بس دائما خطوة جريئة تكون فعلا منال، انه نعم، ميادة يكون الحناوي دائما ضمن قالب خاص تغني. صح. اكبر ويكون الفضائيات والبرامج نعم. ما قدروا يخلوها تكسر هذا القالب اللي هو بقالب الزمن شو عملت الجميل. لها جو؟ لاول مره يعني جو كيف قنعتها انه تغني اغانيها ضمن شو واستعراض؟ رح اقول لك شيء. حلو الانسان يشوف اغاني بروح جديده. ليه نحن بنشوف الاغاني العمالقه باصوات يعني شباب جديده وبتوزيعه بافكار جديده، نعم. بكونوا هن واحدة لا شيء. اعتزلوا او رحلوا. بعدها بصحتها، بعدها قويه، عملت حفل كتير كبير بمهرجان بعلبك، اهم حفل عملته. فحلو انه الفنان اول شيء يدعم فنان صغير اللي هو انا. اوكي. وهيدا من اخلاقها، وهيدي ثقه طبعا، هي كل فنانه الفنانين كبيره هم يعني. صغار بالنسبه لميادة، وكل الاسماء اللي طبعاً، ذكرتهم أكيد، جو، يعني أكيد. بيظل هذا التاريخ لازم يكتب. طبعا. جو علاقتك مع ماجد المهندس، وايضا لازم نسمع شيء من عندك. لازم تسمعوا. اوكي حغني لكم. ارحمني يا ابن الناس بلاش اذيه، حبك قتلني خلاص
غني معي منال دعوة فيها. ارحمني يا ابن الناس بلاش اذية، حبك قتل المصورين عم خلاص بيشوفوا. برافو هلك عليا، قبلك تعبت كتير تعبت فيها، كده ببساطة كده دوقتني. الله يعني على فكرة تمكنك. معقول شو شبابكم طيبين ولذيذين والصبايا وكلكم. طبعا هذا الجمهور الفن بيمشي، شفتين هول الصغار ال 15 و17 سنه واصغر والاطفال هيدا كمان هذا شريحة انا مهمة. سعادتي انه انا عم غني لهيدا الناس، لهيدا يعني اكيد لو ما شافوا شيء فيي انه انا عم اقدم لهم اياه ما كانوا حبوني. جو بدي اسالك سؤال 10 بين ايه و15 كمان بس بخصوص هيدا الشيء اللي هون شو حلو. شفتها قديش حلو. هذه من طبعا اكيد مصممة الديكور ندى، نوجه لها تحيه ونشكرها. ندى انت كثير مذوقه. والله تسلم من ذوقك بالنيابه عنها. جو بين اللوك والموضه وعالم الموضه والتسريحات وهذا الفن للتسريحات، وايضا بين عالم الغناء شو بدك والفن، تحكي. اوكي. وايضا وصولا الى الحياه الشخصيه. كل انسان وين ما راح يوصل ويعتدي ويكون هو عالي المستوى وايضا يتنصب مناصب كبيره جدا بالمجتمع، لكن يرجع لوهله الى حياته الشخصيه، لكينونته، لزواجه، لاهله، عائلته، وايضا والدته، ممكن اولاده وزوجته. تزوجت انت يمكن قبل ارتبطت بارتباط قبل شهرين صحيح؟ وكان هذا الارتباط بصراحه اول متفاجئين انا اني اريد اتخيل جو إنه، ارسش راح ممكن يسوي. شلون- زواجه حفله الزفاف سويت جو. لا كان هو أنت على جدا المسرح بسيط تشتغل شاعر، بتألق. عند زواجك كان بسيط ايضا حتى نعم. كلوك. كانت العروسه كلش مميزه. شلون صار الاختيار؟ شلون فكرت انه انت ترتبط رغم هذه الانشغالات وهذه الحياه الملبوكه يعني؟ بصراحه ان شاء الله قريبا حامل الزواج وحاعلن مين هي العروسه. ان شاء الله. ومرقت فتره عملنا شيء كان بمناسبه على الام بي سي، عملنا شيء لشهر نيسان مثل ما معودين نعمل اكشن كل العالم تعمل. هي أوكي. كذبه بايبه اذا سمحتوا. اوكي. احنا ما بنكذب ابدا. بس جو احنا إذن هي شفنا كذبة لك لسان. صور ببدله الزفاف ومع إيه، العروسه، يعني هيدي- احنا ما نريد نقول من أكيد العروسه. لا 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 هيدي كانت لا صديقتي هي ميرنا شلفون الممثله نعم، السوريه بالفعل. تحية اللذيذه، لنا. هي بحبها كثير وصديقتي. نحن بس عملناها الاختيار كان يومتها مضبوط يعني 100% بصراحه. عملناها يومتها لأول نيسان، نعم. وانطلقت من الايتيب العربي وكانت اكشن، ولنشوف اذا هي طبعا بتعرف تمثل، هي ممثله شاطره. فحبيت اختبر موهبتي بعالم التمثيل. ايوه وشفت. وكانت هي هيك، لكن ان شاء الله قريبا حالا مين هي حبيبة قلبه لجو. بس والله الأشغال يعني مثل ما أنت هو قلتي هذا اللي السفر، قصدته بصراحه. لكن الإنسان لا غنى عن العائلة، لا غنى عن صحيح. الأطفال. الطفل قد ايه شفت ابنك أبداً. امبارح قد ايه جميل، بين يا الله ما أحلى حلي هالمنظر. ايامك يا رب. وحلو إن شاء الله. عندي جو جوز لاحظنا. حيدر ايوه عنده ولد ما شاء الله أكيد جميل مثله. جو لاحظناك من خلال كليباتك وايضا اللوك تبعك انه انت تحب الالوان الجريئه، شنو السبب؟ كلهم يعني انتقدوني بالبداية، قالوا مطرب المشجر يعني اللي فيه كثير شجر، نعم. مطرب المورد، مطرب الغير طبيعي الجريء، جرأته زيادة عن اللزوم، كلهم قالوها. لكن من بعد ما نزل كليبي كلهم لبسوا مورد، رجال ونسوان وفنانين وعادة. هو احنا يعني أنا أيقونة بالموضة، أنا الناس تستوحي من الموضة. أنا ماجد الرومي اشتغلت معه بوقت يعني بعالم الشعر. ماجد الرومي مثل ما قلتوا، أصالة، أحلام، كل النجوم كلهم لما أنا بفوت كلهم بيسألوني مين لبسك؟ مين عمل لك كتيبك؟ كل انت اختيار. أنا لأنه بحب الموضة كإنسان قبل ما إني أغني. لكن لما قدمت حالي لعالم الفن حبيت أقدم حدا جديد على الساحة، مش بس بصوته وبأدائه. اليوم النجم مش إنه تكون صوت حلو، ياما اصوات فيه حلوه، في اصوات كثير حلوه وينها؟ نعم. هو الفكره كلها على بعضها. اليوم انت بدك تقدم حالك، بيكون عندك صوت حلو الاساس، حضور. لكن بده يكون معك كاريزما، بدها الناس حضور تنبسط. وكاريزما. شو بدها تشوف؟ بالفعل. انا هو بعرف الأساس. مطرب كثير صوتها حلو من فتره يعني غنت، اصحابي قالوا لي انه حسينا حاطين نحن سي دي بالسياره وعم نحضرها. بدك يكون في عندك تخلق حالتك رومانسية حسسني فيها، عندك حالة فرح حسسني فيها. فهول الأزياء اللي أنت شفتهم، هول الأزياء كانوا بيخدموا العمل. اليوم صورنا بالبهامس بأمريكا، هيدي الجزيرة كلها ألوان. وهذه الجزيرة كانت اختيار ماجد المهندسة صح؟
صراحة لا اقتراح يعني هو اقتراح، بس أنا ثاقبت كنت مع حدا ولقينا اللوكيشن عن جد، وبعدين نعم. صعب تصور فيها. حتى أيضاً أصالة يتواصل مع قالت موضوع لي يا الأغنية. ملعون، ولا يا ملعون صار لي 20 سنة بغني ولا ما عرفت صور هلا، كيف صورتوني كان؟ طبعا جو رعد مع الاسف الوقت داهمنا. هي بدي غني. يلا خلينا نسمع هذه خلينا الاغنيه نسمع حتى أغنية يكون هو الختام. ختامها مسك مع جو رعد، وان شاء الله ما راح يكون اكو ختام، راح تكون انت دائما ضيفنا. وانا ببرنامج كمان طرف بدي غير. قبل ما انهي الحلقه بوعدكم لحظه اعمل مثل المذيعين. اوكي. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، قريبا حتشوفوا برنامج لإلي من خلال المدى، حاستضيف معكم النجم المذيعه منال والنجم المذيع حيدر. شكراً. ترقبوني وقريبا انا وياكم على الهواء لايف من بغداد. يعني مذيع منال وفنان حركاته ما مريحتني، بس لا يريد ينافسنا ويشتغل مقدم برامج. لا ما بعرف احكي عراقي. من عندنا الجو. تعلمت كلمتين هلا عراقيين، ضياع على الطريق بيعلمني اياهم. شكرا جزيلا لك جو، شكراً شكرا جزيلاً تواجدك لك ويانا جو. اليوم، Thank نتمنى you. لك كل موفقيه ميرسي ونجاح. لكم.